لا يقرأ سورة يوسف محزون ولا مهموم إلا سري عنه. إذا قرأ سورة يوسف عليه السلام يحبه أبوه، هذا شيء حلو ولا شيء حلو؟ طيب محبة أبوه وين ودته؟ ودته للبير. البير زين ولا شين؟ شين. وين وداه البير؟ بيت العزيز. القصر زين ولا شين؟ زين. وين وداه القصر؟ السجن شين ولا زين؟ شين. وين وداه؟ عزيز مصر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا. وأيدني بالتوجه إليك بحولك وقوتك، واكتب لي في هذه الدنيا النجاة بحسن طاعتك والعزيمة. مرحبا بكم، شكرا لاباس عليكم. كما شفتوا الموديل في اول الفيديو، هنا راح نقول لكم واش نسحقوا. هنا اكيد جبت المثال باش نشد القيس، هذا ما نحتاجوش معليش. هنا جبت القماش نظن كراب مازيراتي ولا كراب بابي ولا كراب كريب، عفوا كراب مازيراتي نورمالمون، نسيت اسمه ولا نسيت بين كراب ميلكان ولا كراب مازيراتي نسيت. المهم تلقاوه ماهوش ثقيل بزاف ورهيف والاستيكي شويه هكذا. هنا عندي 2 متر، هنا عندي 2 مترات. واش راني حندير هنا ثاني؟ عندي الخيط باش تكون لا فينيسيون. دائما نقول لكم الخيط لازم يكون مع اللون تاع القماش، القاعده تاع القماشه هكذا. هنا واش عندي ثاني؟ عندي العقاش. بالنسبه انا العقاش هنايا عندي واش راني رايحه نخدم، اذا ما عجبهاش نعاود نشيلها عقاش واحد اخر. هنا عندي المهم كما راهو يبان لكم عندي دربوكه صغيره دربوكه كبيره، عندي اللوزه وعندي العين. هذا واش نسحقوا في الموديل هذا لانه فيه تعمر بلي بيير. هنا ثاني رايحين نوري لكم كيفاش رايحين نفصلوا. بالنسبه لطريقه التفصيل عندي طريقه تفصيل الداخل في الخارج اللي سبق ودرناها في القناه. هنا شباك وجه القماش وين راح، هذا القفا وهذا الوجه. قلت لكم درناها طريقه تاع تفصيل داخل في الخارج في القناه، يعني درناها بالطول ودرناها بالعرض. هنا راني رايحه ندير بالطول. علاه؟ لانه الزبون هنايا ولا لا كليونت طويله بزاف الله يبارك، راح نستخدم كامل 165 في الطول. عندها القد الله يبارك، دونك حندير 165. لو كان وحده غير 150 راح نديرها لها بالعرض باش تدي بزاف لي فازي. ميم هي هنا قالت لك ما ديريليش لا روب ايفازي بزاف، يعني في المعقول برك. قالت لك ما نحبهاش عارضه من تحت بزاف ولا ما نحبهاش تتجرجر. هنا هذا هو القماش، شوفوا نحي الدوزن هذولا قدامي. اكيد راح نفهمكم على الورقه ونفهمكم على القماش، لانه على بالي في القماش ما حاش يبان لكم مليح. نفهمكم منه ومنه. نحي برك الدوزن من الطريق نورمالمون خلاص. هذا التليفون راني حاطه فيه ليميزور تاعها لازم نشوفهم. شوفوا عندكم 2 طرق لتفصيل الداخل في الخارج. يا اما تشدوا القماش، راني دايرته في القناه بالطريقه المفصله، ما تفهموش هنا روحوا القناه تفهموا ولا نخلي لكم الفيديو. تشدوا القماش هكا كيما راه بالطول وتخرجوا بهذه الطريقه شغل تميلوا. ديروا هنايا شحال راح نديروا عند الكتفين مثلا، نديروا 30 سنتيمتر وتميلوا بهذه الطريقه هكذا باش تدوا الايفازي نتاعكم. انا هنا راني ندير لكم غير شويه القماش، شوف برك راه يبان لكم، يعني تميلوا القطعه ها يبان لكم. دوك نفهمكم هنا على الورق. هاوليك القماش نتاعنا مطوي على زوج. انا نشد نحسب هنا 30 سنتيمتر هنا جهه الطول، ندير قبل الطول الكلي، بما انه نشد بجهه الطول ندير قبل 165 سنتيمتر الطول نتاعي الكلي هكذا. نحيها بجهه يعني هكذا ولا هكذا نفس التفصيل. دوك هنا باش تعرفوا كيفاش ديروه بزوج طرق. نحي 160 تاعي، من بعد نعين هنا 30 سنتيمتر ونعين هنا من الجهه المفتوحه 31 سنتيمتر. من بعد شوفوا نشد القماش نميلو بهذه الطريقه، يعني نطوي النقطه تاع 31 والنقطه تاع 30 بهذه الطريقه. وتروحوا تقطعوا القطعه تاع القماش نتاعكم. بعد ترفدوا الجهه هذه فوق الجهه هذه تبداو التفصيل. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي انا دائما نخدم بها وسهله بزاف ثاني للمبتدئات كي ما تقدروش تحكموا في القماش ولا ديروا هنا 30 سنتيمتر، خرجوا من الجهه المفتوحه 30 سنتيمتر، تربطوا بين النقطتين بهذه الطريقه، تعطيكم هنا 30 سنتيمتر وهنا العرض اللي يبقى.
وهنا 31 سنتيمتر. هنا العرض هذاك اللي يبقى لكم من القماش، يعني يبقى لكم تنحوا 30 سنتيمتر تبقى لكم من هنايا 45 سنتيمتر. راهي مطويه على زوجه، يعني تجي الايفازي تاعها لاباس عليه. من بعد هاوليك واش ديروا، هاي الجهه المغلوقه هاي الجهه المفتوحه تروحوا تخيطوها وتحطوا الجهه المغلقه على الجهه المفتوحه وتبداو ترسموا الباترون نتاعكم. هذا طريقه توزيع القماش. الا ما فهمتيش عاودوا الفيديو بلا تفهموا، ولا روحوا في القناه في الرابط بالغوش تلقاو التفصيل، تلقاوه بالتفصيل ممل. انا حنستخدم الطريقه الثانيه. اكيد هنا الطبله نتاعي صغيره، حنستعين نحط القماش في الارض كما قلت لكم. في الجهه المغلوقه ندير 30 سنتيمتر والجهه المفتوحه ندير 31 سنتيمتر. نربط بين النقاط ونقطع. هذا مكان كما مارفين نديروه. لما فهمتوش عاودوا ثاني تبعوا في الورقه خطوه بخطوه، سهل راح تفهموه. انا نوجدو ونحط معكم المقاسات. فوالا هنا بعد ما سويت القماش ودرت تفصيل داخل في الخيط كما وريت لكم. هنا دركا واش درت، غلقت الجهه الخلفيه خيطها. من بعد نبدا نحط المقاسات نتاوعي. هنا بالنسبه لعرض الكتفين هي عندها 36 سنتيمتر زائد 2 سنتيمتر على 38 كي نطويها على زوج حتعطيني 19 سنتيمتر. انا حنديرها 19 سنتيمتر. من بعد اكيد رايحه كي نبدا نقص كامل دوكا تشوفوا يعني خطوه خطوه. هنا عندي نقطه تاع 19 سنتيمتر. من بعد من 19 سنتيمتر دائما نحطوا هذيك 2 سنتيمتر اللي هي ميل الكتف، وندير لها طول التركيز نتاعها ندير لها هنايا 21 سنتيمتر هكذا، يعني كامل هبط ب 23 سنتيمتر. عندها دورة الصدر طول دو بواترين عندها 112 سنتيمتر. رايحه نزيد لها هنايا القماش راه شوفوا ما راهوش راه الاستيكي شويه. راح نزيد حق حنديرها لا ديكو برانسيس. دونك حنزيد لا ديكو برانسيس ونزيد معاها نحسب 112 ونزيد حق الخياطه 112. حنزيد حوالي بالتقريب 8 سنتيمتر بالتقريب. 1 2 3 4 5 6 7 8. من بعد انا كي نكون نخيط اكيد بعد الخياطه كامل المقاس نتاعها حنرجعو حتى ل 112 سنتيمتر. ما تقعد الخياطه لداخل معليش. هنا نطوي على زوج، من بعد نزيد نطوي على 4، يعني حندير لها 30 سنتيمتر. فوالا كنا نديرو 30 سنتيمتر هكذا. ندير الاشاره ولا النقطه تاعي ونرسم هكذا خط. شوفوا هي في الحقيقه مانيش حابه نخدم بالطبشور هذا باش ما يتوسخلهاش القماش، بصح معليش ضروري نفهم لكم معليش. من بعد هنا ثاني رايحه نهبط لها في طول الصدر حندير لها كذلك 21 سنتيمتر هكذا. راهي الله يبارك طويله ديجا المتر تاع الطول نتاعها راهي قلنا فيها 165 سنتيمتر، يعني بحق الخياطه. نشوف طول انا راني مسجله المقاسات نتاعها هنا عندها 96 سنتيمتر 96. دونك عندها 24 انا راح نديرها حتى ل 27 سنتيمتر، يعني مع لي بانس وكامل والخياطه دقيق هكذا. 96 مع لي بانس 6 سنتيمتر مع الخياطه. دونك يطيح لها 26 سنتيمتر كما قلت. انا راح ندير 27، يعني زياده 5 نقصان. انا كي نكون نخيط وندير لي بانس ناكد لا فورم كامل راح نعاود نركز على المقاسات نتاعها هي. من بعد واش راح ندير من الخط هذا نتاع الخص راح نروح مباشره ايفازي كما العاده. ما ندير والو، نربط بين النقطه هذه والنقطه هذه هكذا. هنا نديرو انحناء صغير هنا برك. شوفوا راني نرسم شويه خفيف باش ما نوسخلهاش لاروب. ما نقلبش عليكم مانيش حابه خاطر عندي الطبشور هذا نتاع ليبول، دونك مانيش حابه نوسخها. هنا قلنا عندي 19 سنتيمتر، ماشي 19 سنتيمتر تاع البواترينا تاع خط التركيز باش نرسم الخط سوا سوا.
هكذا. هنا فتحة الرقبة الأساسية والفتحة المتعارف عليها هي 7 سنتيمتر. يعني دوك انا نمسحها بصح باش تعرفوا برك نقيس شحال 7 سنتيمتر. نجي من هنا نهبط لها ب 19 سنتيمتر، خاطر الرقبه راهي مفتوحه حتى 9 سنتيمتر، قسم ما تزيد تكف تولي حوالي 20 سنتيمتر. هكذا هي 19. هنا نزيد نوسع الرقبه من 7 نديرها حتى 8 سنتيمتر، نديرها 9 سنتيمتر، قسمين كفها تولي حوالي 10 9 سنتيمتر. من 9 سنتيمتر هذيك رايحه نهبط هنا بحوالي 13 سنتيمتر هكذا. من 13 سنتيمتر غندير شغل تقواس بهذه الطريقه. هذه في الرقبه الاماميه. اما فيما يخص الرقبه الخلفيه تحبوا ديروا لها مدور ولا ديروها كاري. انا هنا حنديرها كاري، حنجيب نقطه تاع 7 سنتيمتر نفس النقطه وندير لها 14 سنتيمتر كاريه، نقصها قسمين كفها عفوا، هي حتبقى في 17 سنتيمتر. هاي لك 9 على 14. الاماميه هي حتتقص بهذه الطريقه. من بعد هنا ندير ميل الكتف كما العاده هكذا. من بعد هنا يعني تقسموا ولا ترسموا هكا بعينكم، ميزانكم فقط ديروا حدة الابط. من بعد حدة الابط توجو عندكم هذاك الداخل هكذا تاع 1 سنتيمتر. نمسح انا هنا في الكتف، مانيش راح نخلي كتف واسع كما تعرفوني، رايحه ندير 2 سنتيمتر ونرسم المثلثات تاعي بهذه الطريقه. انا دائما اللي تعرفوني ندير هكذا. علاه ما نحبش الكتف يجي طايح على الارض، يعني الكتف نتاعي راح يولي فيه 9 سنتيمتر. من بعد لي باس هنا رايحه ندير لها 11 سنتيمتر. ما قصتلهاش لابوترين تاعها، والله ما قصتلها طول لابوترين، مي بالتقريب 11 سنتيمتر مليحه. رايحه نعين ثاني نقطه هنا تاع 11 سنتيمتر، يعني بالتقريب هكذا حتى شفت بعيني، ما قصتلهاش نسيت 11 سنتيمتر. رايحه نهبط منا لهنا في لاباس 12 سنتيمتر. هاي ليك يعني في الجهه الاماميه 12 سنتيمتر. من بعد واش نجي ندير، جبنا ربي من طول الصدر ما قصتلهاش بزاف مقاسات، مي معليش ديت لها غير الاساسيين، يعني تورلاج توتا هايخا ما قصتلهاش معليش ما يهمش. راح ندير لها المقاس اللي تقريبا كاع متعارفين عليه تاع 30 سنتيمتر ب 27 حتى 28. انا حنتوقف هنا عند 30 سنتيمتر. هكذا هذيك 30 سنتيمتر من الجهه هذه ثاني لازم تكون 11. هذه النقاط انا دائما نديرهم 11. نهبط هكذا مباشره باش نرسم لابينس هكذا، ندير لها لابينس نتاعها. من بعد واش ندير، نجي هنايا نقيس حفده الابط. دائما نقيسوا الحفده بالوقفه باش نعرف 28 راح نحوس على المنتصف 14 سنتيمتر وحنرسم لابينس. هنا اللي حترسم بيدها ترسم بيدها، اللي ما تقدرش ترسم بيدها رايحه ترسم بالمسطره الخاصه بالبانس. كاينه مسطره خاصه بالبانسه نخدموا بها. هنا شوفوا ثاني ملاحظه ثانيه. هنا اذا كنتوا راكم رايحين تقصوا لا ديكوب 15 دقيقه نكمل لكم قبل لابانس بعد نفهمكم في واحد النقطه. هنا ندير 1.5 من هنا، ندير 1.5 كذلك من هنا، نرسم لابانس عادي، لابانس العاديه ها نورمال. هنا قلت لكم اذا راكم رايحين ديروا لا ديكوب 15 عفوا راكم رايحين تقصوا لا ديكوب نتاعكم، هنا من الافضل ما تنقصوش هذيك 2 سنتيمتر. نشوفوا الرسم راهي يبان لكم ولا نهضر وحدي راه يبان. الله يبان مليح. قلت لكم اذا راكم ناويين تقصوا لا ديكوب 15 هنا ما تنقصوش هذيك 2 سنتيمتر. ولا عندكم ثاني طريقه واحده اخرى للتعويض نتاع لابينس، تخرجوا منا ب 2 سنتيمتر هكذا، ترسموها هنا 2، تحطوا من هنا ب 2 سنتيمتر، يعني 2 سنتيمتر خرجتوا منها تاكلوها هنايا، وتعاودوا ترسموا حفده الابط نتاعكم. هنا في حال ما اذا قطعتوا لا ديكوب 15. انا هنا مانيش راح نقطعها، راح نخيط كما العاده كما تعرفوني ماش حنقطع. تحكي لي يقول لك علاش ما قطعتيش ولا هكذا وهكذا ما الى اخره، تحبوا تقطعوا
هذيك الطريقه قطعوا على روحتكم، تخرجوا هنا بزوج تدخلوا هنا بزوج سنتيمتر، خدموا لاباس نتاعكم. كيما عندكم طريقه واحده اخرى كيما انا في المقاسات نتاعي دائما نحي هذه 2 سنتيمتر منا، يعني نستغنى كامل على الحركه هذه. اذا قطعت لا ديكوب نتاعي يخرج لي الزائد نتاع الكتف نروح نحيه، هذا مكان. سي بور سا دي فوا ما نهدرش هذو الملاحظات، مي دوكا راني قلتهم لكم. اللي ما تقطعش الكتف تحبو كبير 2 سنتيمتر هنا تاكل 2 سنتيمتر هنا تعاود الحرده، اللي تنحي 2 سنتيمتر هنا كيما انا ما تعاد دير ما والو، تقطع لا ديكوب نتاعها اكيد ما حيش تروح منها ومنها، تقطع غير الخط هذا الوسطاني وكي تخيطها تنقص هذاك الزائد اللي حنحيه منه من الكتف، هذا مكان هنا ديكوب فرانسيز. بالنسبه للجهه الخلفيه رايحه تقعد هي بالنسبه كيفاش دايما نخرجوا لي بانس، انا ما نشافوا الكوبات نتاعي نجيبو نشد هكذا، ها ما حاش نقطع بهذا، هذا ماهوش ماضي، نحطه هنا ونضغط، نحطه هنا ونضغط هنا ونضغط، يخرجوا لي كامل هذيك فرانسيس تخرج لي في الاربع جهات. انا هنا البنات ما عنديش طاوله عمل مليحه، دونك رايحه نسقم لاروب نتاعي باش نقص حتى الجهه الاخيره هكذا. المهم نتوما شفتوا في الصاله، من بعد نقطع الرقبات ونقطع الباترون نتاعي، هذا مكان. كما تقدروا تستعملوا الابر، كما هنا القماش راه رطب وحده، تستعملوا الابر وتقطعوا. هذا بالنسبه للباترون نتاع الموديل. اما بالنسبه لي مونش حيكونوا دي مونش كوربي عادي. هنا راني درت الابر باش نبقى نتحكم في القماش نتاعي، الطابله نتاعي صغيره، من هنا نحط مسطره طويله ولا نقطع مباشره الى اخر القطعه، يعني نروح مباشره ايفازي، ما ندير حتى تفصيل، من هنا نروح مباشره ايفازي. بون سلامه. هنا راني حندير لا دوبل، عفوا ماشي لا دوبل، راح ندير لي مونش. ديجا كنت حنبدا نرسمهم، بعد فكرت بلي راني نصور صافي راح نعاودهم. هنا درت برك لي بانس، مازال ما درتش تبطيل حتى مازال ما حددتهمش ثاني، الجهه الاماميه والجهه الخلفيه مازال ما درتش تبطيل، نحي لي مونش وبعد ندير التبطيل. هنا القطعه نتاع لي مونش هاي الكوين، يعني اللي بقات لنا نديرو منها لي مونش ونديرو منها ثاني التبطيل نتاعنا هكذا. انا قلت لكم هنا كنت بديت نرسم ومن بعد فكرت باللي راني نفيلمي في الموديل، توقفت. حنشرح لكم هنايا ونحط الباترون على القماش ونخدم نحي هذه الزوائد. هنا شوفوا ديروا الارتفاع اللي حبيتو، خاطر من حنرسم بك معكم المونش باش تفهموا لكم. عفوا هنا مثلا درت 23 سنتيمتر 22 مثلا، من بعد نهبط من هنا لهنا ب 13 سنتيمتر، من بعد ندير طول الحرده. هنا نرسم لكم في الكم الاساسي باش نديروا الكم نتاعكم، يعني باش ما تقولوش كيفاش رسمتيه. عندي 26 رايحه نجي هنا يعني مع النقطه نتاع 13 سنتيمتر هذه نحوس على 26 سنتيمتر. 26 هاي ليك 26 هذيك دائما نقسموها على زوج هذيك ثاني نزيدو نقسموها هكذاك. شو نقسموا المقاس نتاعكم تقسموها على 4 هكذا. من بعد تطلعوا ب1 سنتيمتر للمنتصف وتعاودوا تحطوا ب1 سنتيمتر لهذيك النقطه. من بعد هنا ديروا طول المعصم ولا الحاجه وترسموا. هنا الكم نتاعنا هكذا، هاوليك الكم نتاعنا. انا هنا واش حنحتاج؟ ما نحتاجش الكم كامل. رايحه شوفوا هنا مثلا حنخدم بالقيس هذا عندي 13، رايحه نهبط حتى لهنا ب 15 سنتيمتر ونروح شغل بشكل مائل شويه حتى للنقطه هذه، مائل شويه هكذا. ندير هنا حوالي 19 سنتيمتر يعني حق الكشكاشه هكذا. نعاود نرسم المونش بهذه الطريقه ونروح. هذا هو الباترون اللي تخدموا به دوكا المونش نتاعكم ولا الكم نتاعكم. اخذكم راني نرسم هكذا برك. هنا عاودت له فقط دخلت هنايا شويه دوك نعطيكم المقاس. هنا درت 17 هكذاك، ومن بعد هنا دخلت يعني تدخلوا ب 12 ونص. من 12 ونص
باش ديروا هذا الانحناء. صافي طول الكم الكلي عندنا حوالي 25 حتى 26 سنتيمتر. هنا سقموا القماش نتاعكم، سقموا القماش كمان. هنا القماش نتاعي خفيف. من بعد هذه القطعه هنايا عيطيني زوج اكمام، رايحه نستخدم لا دوبلور هذا لا كولور هذه. نتوما هنا كل وحده دير اللون اللي حبت باش دير لا دوبلور نتاع الكم لتحتاني. انا حبيت نكاسي ولا نحب خليت لا كولور من تحت تبان باللي راه فيه دوبلور، ما حبيتش ندير لون قريب، حبيت لون مغاير تماما. اكيد من بعد كندير الاحجار وكامل رايحه ندير له ميم لا كولور هذه اذا لقيت قدامي في الاحجار ولا المهم حاجه كريستال ولا المهم تكون تشبه لها. هنا نسقم مليح القماش من الجهه السفليه راه يهرب لي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فوالا ولا كيفاش يتخيط لا دوبلور كيما راهو هنا. تحبوا تفتحوه تحبوا تطويوه على زوج المهم، ولا تروحوا تخيطوا من بعد تقطعوا ليسونسيال. ها لا دوبلور كيفاش تحط الوجه على الوجه هكذا. من المستحسن تخيطوا هذه الجهه السفليه هذه. فوالا شوفوا خياتي هنا وين خيط، خيط غير هذه الجهه السفليه. من بعد نروح نقص كامل درك على طول ولا على حساب لامونش نتاعكم هكذا. تقصوا مام هذه الحاشيه وتقلبوه اكيد تحدوه مليح. فوالا شوفوا هنايا خلاص راني حددته قبل، يعني هاوليك التبطين نتاعو حددته. من بعد عاودت له هنايا كمل بالخياطه باش ما يهربليش. دوك واش راح ندير، حنخليه كيما راهو. نروح نبدا نركبو في لاروب، يعني تحبوا تحكموا بالابر ولا تروحوا تخيطوا مباشره. المهم هنايا مباشره ولا تروحوا تخيطوا ليسونسيال. هنايا عندكم كشكشه. من بعد لكم هذا راح يطلع هكذا. خياتي هنا باش ندير ملاحظه هنا، شوفوا هاني بطنتها هاي ليك، درت كذلك هنا سرفاله، درت كلش. مهم بطنتها درت الاكمام. ملاحظه بك وما ذكرتها لكمش هنايا. شوفوا هنايا الموش نتاعكم قبل ما تركبوه هذا راه البطان. التبطين هنايا تحبوا ديروه بالغوص كلير، المهم حاجه تكون كلير. دبروا راسكم اي كولور تحبوها، ليسونسيال كلير. حبيت بك يعني تكاسي لا كولور هذيك. واش ديروا هاوليك هنا المنتصف، هنا ثاني تعينوا المنتصف. من بعد اذا حبيتوا تحكموه بالخيط، اذا ما حبيتوش تحكموه بالخيط تروحوا تجيبوا لاستيك، تحطوا لاستيك هذاك نتاعكم هنا في المنتصف وتخيطوه حتى لهنايا. هذا كامل يتخيط بلاستيك باش تجيكم هكذا مكشكش. ها خياتي بون شوفوا خياتي هنا كملت. مسمحوا لي ما نقدرش نكمل معكم لي ديتاي، والله غير راني نصور في الليل لا غالب. شوفوا هنايا المونش درتو مونش كوربايه بالك ما ذكرتوش في كي كنت نفصلها وكيفاش يجي. هنايا الا عندكم لا غوفليت اللي نديروها في ليروب سواري العريضه ماشي رقيقه، نسيت بالرقيقه ما جاش مليح، يعني جا طالع غير شويه نحيتها. ثم ديروا لا غوفليت لا عريضه ديروها هنا باش يجيكم المونش واقف مليح. فيلمي في الليل. المهم هاوليك المونش كيفاش يجي. هنا دركا رايحه نبدا من هنايا ندير العقوش. هاوليك هنا قدامي مازال ما درتش الالوان، نعمرها كامل وبعد نرمي لها مام رشات هنايا. دوكا كي تتكمل ولا ديجاكم شفتوها في الفيديو الاول. اللي ما فهمتش كيفاش عقشت تزومي برك لا فيديو تشوف، باسكو عقاش بيغلاج ولا تعقاش خفيف انا مانيش مختصه فيه، مي يعني حاجه خفيفه نورمال نديرها. زومي برك لا فيديو رايحه تبان لك. لا يقرأ سورة يوسف محزون ولا مهموم إلا سري عنه. إذا قرأ سورة يوسف عليه السلام يحبه أبوه، هذا شيء حلو ولا شيء حلو؟ طيب محبة أبوه وين ودته؟ ودته للبير. البير زين ولا شين؟ شين. وين وداه البير؟ بيت العزيز القصر زين ولا شين؟ زين. وين وداه